لذا أحبتي في الله، هل لا تذكرنا القبر وضمته وضيقه وظلمته؟ هل لا وقفنا مع أنفسنا وقفة تذكر؟ أم إننا انشغلنا بهذه الدنيا ولم نجد لحظة واحدة نتذكر فيها هذا الموقف العظيم؟ أجل أيها الكرام، فكم دفنا من أصحاب وكم فارقنا من أحباب ولم نعتبر بما صاروا إليه. أول ليلة في القبر يا عبد الله هي أعظم ليلة، وكيف لا وقد كنت في قصر فغدوت إلى جحر، وكنت في ظلمة وكنت في نور فغدوت إلى ظلمة، وكنت في مأمن فصرت إلى وحشة، وكنت في أهل فانقلبت إلى وحدة. لذلك يا عباد الله، في تلك اللحظات سنعلم والله أننا كنا في غفلة وغرور، وسنندم حينها، حين لا ينفع الندم أننا استبدلنا هذه الفانية، هذه الدنيا بدار الحبور. إي والله، فقولوا لي كم أضعنا من الأيام والأوقات، وكم انشغلنا بالملذات والشهوات. عندها ستقول يا عبد الله: ليتني كنت محافظا على صلاة الفجر، ليت لساني كان رطبا بالذكر، ليت لي صدقات في العلن والسر، ليت لي ركعات تنفعني في ذلك القبر.